السلام عليكم. هقول لك على احلى طريقه تعملي بيها المولتو او الكروسو في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهتطلع معاكي العجينه هشه. طبعا الحجم الصغير ده حلو جدا لو انت حابه تعملي احجام اكبر من كده. اول حاجه جبت كوبايه من اللبن، ضفت عليهم 4 معالق من السكر، رشه بسيطه من الملح، رشه كمان من الفانيليا بتخلي المعجنات حلوه جدا وريحتها حلوه. ضفت عليهم معلقتين كبار من الخميره، 4 معالق كده من الزيت، وقلبت كل المكونات في بعض زي ما انتوا شايفين. بعد كده هضيف عليهم كوبايتين من الدقيق، يعني معادل نص كيلو من الدقيق، وهقلبهم كده اهوت. بعد ما عجنتهم سبتهم كده ترتاح مدة ساعة. ده كده شكلها النهائي. بعد كده اهوت بعد ما ارتاحت فردتها زي ما انتوا شايفين وعملتها مثلثات. بجد الطريقة سهلة وبسيطة جدا. بنجيب كيس المولتو غالي وما بيبقاش فيه 3-4 وحدات، على ايه احنا بنجيب نص كيلو من الدقيق بيعمل لنا كمية حلوة جدا في البيت. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. طبعا ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. ده كده شكلها النهائي. بعد ما شكلتها هسيبها كده ترتاح مدة ساعة، خاصة احنا في البرد. ده كده شكلها النهائي. يا ريت انا نسيت اقولك قبل ما تحطيها في الفرن يكون شغال الفرن قبلها ب10 دقايق. طبعا انت حابه تعملي الحجم الاكبر ده براحتك، انا بحب اعمل الحجم الصغير نفس في الكيس. والسلام.